صافي يا بودورو، صافي يا صحافه زيكو، صافي يا صحافه الروكار، ها اللي راهم يستافدوا بالتحكيم، ها اللي راهم يديو الالقاب ديالهم بالحلال كما تقولوا نتوما ديوها بالحلال. شنو اللي يديو بالالقاب ديالهم بالحلال؟ شفتوا اللي يديو الالقاب ديالهم بكري ماشي اليوم. راه شحال من نهائي، ماشي راه نهائي هذا الاول للمخرج ما يعاودش اللقطات، بيلانتي ضربه جزاء شرعيه وثلاثه ديال اللقطات، ثلاثه ديال الحالات، عاود غير حاله يوجه عاودوا غير حاله، ديوها كلها حلال، كلها حلال. نتوما تقولوا التحكيم او القجع مسيطر على التحكيم او القجع، ها القجع ها ياك الفريق ديالو تظلم في 2019 وتظلم اليوم، عيناني عين هذا تشوف العالم يتفرج. ضربه جزاء حقيقيه. يا صحافه الزيكو يا اللي نهار نتوما تنبحوا عندك جوج دولات، والمره الجايه تفرجوا الماتش ديال الاهلي والترجي اللي غتنوض فيه الصباط ديال الصح، انه الترجي مع احتراماتي البركاني ما يشوف عيا وما يضرب، ولكن ماشي هذيك الطريقه. بحال انا كنت نشد هذاك موتسيبي نضرب له راسه مع حد نقول له تا هو السبب في هذه الفضيحه. موتسيبي نتوما هما ندير له ماشي غير زيرو كثر بالزيرو، ولكن البراكنه مساكين ما عرفتش كيفاش دايرين. ما تكون هذوك الاخرين الميداليات ما رفدهمش، ما ندير بجدهم، ما ندير بهم غير يديهم. علاش الرئيس ديال البركان ما كملش مع الزمالك ومشى اسمح فيهم كلشي مشى؟ واش انت تشوف مخرج ما يعاودلكش اللقطات انت تشوفها كاع عينك يعاود كلشي ديال مصر الا ديال البركان؟ والله ما تشوفها، والله ما تديها. هما نهار اللي جاو البركان داروا بيان قدو تحكيم، لقطه وحده اللي ما تطرش فيها اللاعب ديال البركان عاودها المخرج ديال المغرب، عاودها. هذاك المحلل المصري اللي كان في بي ان سبور بقى يهرهر عليها، المحلل المغربي قبيله عطاه القاصح، قال له راه ماشي مره واحده ولا جوج. يعني بركان اللي راكم تهضروا نتوما يا صحافه بودورو المغرب والقجع والتحكيم، راه ما كايناش. التحكيم كاين في مصر وكاين في تونس، هذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. تونس ومصر هما اللي مسيطرين على التحكيم، وبيناتنا اليوم الترجي والاهلي والله غير تنوض فيه حرب اهليه. وعقلوا على الله فينا هذاك ديال الشامبيونز ليغ، الترجي ما يفوتوها لهمش، والترجي غادي يديروا بيان يندوا بالمخرج ديال المقابله، لان المخرج هو اللي يتلعب في هذاك الشيء. بصح نتوما يا صحافه بودورو علاش ما تقدروش تهضروا على هاد الحوايج؟ نتوما لا القجع والتحكيم ومؤامره وكولاسه، ها المؤامره والكولاسه اللي راه باينه الوضوح في واضح النهار. موتسيبي راسو يشوف فيها هكا، شوف فيها هكا، يعني بيلانتي ضربه جزاء، ولكن ما نعاودلكش حقك وما نعطيهلكش، والله ما تديه، ندير لك عيناني صحه. النهائيات بزوج ديالهم لا الزمالك ولا الاهلي تلعبوا في مصر، الروتور كاع يتلعبوا في مصر وتا واحد ما انتبه لها. هي صحافه زيكو كي نقول لكم انايا راه القجع غير راكم تاهمينه، القجع يخدم البلاد في مصالح اخرى، ولكن في الكيسان وفي النهائيات ما عندوش دخل في التحكيم. هو التحكيم يلعب به كي يبغي، يلعب به في 2019 ولعب به اليوم، ولعب به مع الرجاء ولعب به مع اكادير بعدا مع نفس الفريق. يا ودي يا صحافه بودورو، يا ودي الكذابه، روحوا نعرفكم الرجال، نوضوا هضروا على كامل، هضروا على مصر تونس اللي راهم يتحكموا في الدول اللي في افريقيا، في دواليب التحكيم هما شادين العنصر الاساسي، شادين التحكيم هو الحاجه الكبيره عندهم. ولكن يبغيو يتباكاو، شي مرات يوليو يقلبوها يقول لك لا جاو منا ايا ميدو. اي صحافه ديال بودورو ديال مصر، اي واحد يهضرنا على المخرج ديال مصري اللي ما قدرش يعاود اللقطات. هذوك انا نتفرجوا الرابط الابطال، نتفرجوا الاتحاد الاوروبي وبكاس سليم. علاش؟ كاين مخرجين قانونيا عادي ما عندوش مشكل، ما عندوش خلفيه. هذا الشيء هو اللي خاص اعاده النظر في افريقيا، اللي لا فينال يتلعب في ملعب محايد، لا ديال رابط الابطال ولا ديال الاتحاد الافريقي، يتلعب في ملعب محايد. علاش تلعب في ملعب محايد؟ من يكون تلعب النهائي واحد في ملعب محايد، تلعبها في غانا، تلعبها في بوتسوانا، تلعبها لانه كل مخرج هيك البلاد غادي يعاود اللقطات بحياديه، وتكون مقابله ديال 90 دقيقه براسك ناك فيه كيما نديروا رابط الابطال والاتحاد الاوروبي. ولكن افريقيا من لعينه الحرام، افريقيا من ما صالحاش دايره هذه الطريقه، لعب ليه ولعب ليه. انا ما عنديش في هذه الاشكاليه، نورمالمون نديروا اجتماع قال العام الجاي دراسه، ماشي هذا هو الخلل. يعني بركان بالفضيحه هذه ديال بركان العام الجاي دراسه، ومازال الفضيحه ديال الترجي غادي تصرا فضيحه حتى هي. بصح التوانسه والله ما يسكتوا، غادي ينوضوا الحرب. الترجي حتى هي غادي تصرا فضيحه مع الاهلي المصري في نفس الطريقه. بصح الا بغيت تبلع على هذا الرشوه، تبلع على هذا التخربيق والرشوه وتشري المخرج وكل شيء، هي مقابله واحده لعبها في غانا، في بوتسوانا، في كاميرون، انت دبر راسك قبل من بداو البطوله ديال الاتحاد الافريقي ولا تبدا البطوله ديال الابطال. قال بون غادي نديروا القرعه اليوم، غادي تلعب البلاد الفلانيه نهائي، الله يجعلهم ما يطلعوا لهذيك البلاد، المهم يتلعب في البلاد الفلانيه وتمشي هكا باش الناس تشدها. هو واحد الوقيته القجع بغى يدير هذه الطريقه ومشاو طاكاو في افريقيا باش يدير، ولكن مع مان ما صابوش مع من. صابوا وجوه اخرين شادينها وحاشاكم يبرقوا. نفس الطريقه اللي كنت العاصمه طلعت اليوم لما تخسر مع الزمالك، والله ما تدير لقاء نفس الطريقه يديروا لك، تخسر معاهم نفس الطريقه. ولكن نتوما
تحكيم زيرو زيرو، غارق على بركان، مغلق عليها، ما خليهاش تحرك. انت من تشوف حقك ما يعطيها لكش، يعني ما يعطينيش بيلانتي، ما يعاودليش الاعاده. كيفاش غادي نولي لاعب كره القدم؟ وريوني انتم، عطيوني انتم كيفاش غادي يكون لاعب كره القدم. يلا خرجك من الماتش. المخرج ما كاينش في عالم اخر، في عالم ثالث، يخرج لك غير هذوك ديال الزمالك متراسينو متراسي. راه واخا دخل كاع بها اللعب وضربها الحارس كاع راه بيه بكورته ما يعطيهالوش. هذه دوها من عندي، كونكم هاني. هي الحقيقه، هذه الصراحه. هنا باش تعرفوا يا صحابه بودورو، مين اللي راكو غير تقعروا. راك تلعب مع الزمالك، تلعب مع المصريين، والله ما راك جايب اللقب. يديوه صح، لقى شادين لك، شادين العنصر الصحيح، شادين التحكيم. كان قالها لكم لقشع وما فهمتوش، لكم ودينا خاطيني وخاطي التحكيم. واش مع عمرو برضو التحكيم مغربي؟ شفتوا التحكيم فين راه؟ يلا انا عارفكم خرجوا ووضحوا لنا هذه القضيه هذه. ميم بركان عليها تقعرهم بثلاثه زيرو في المغرب، ما يديروا ليه. ولكن الغالب، غالب. علاش من كان المغرب مخرج مغربي في بركان عاود اللقطات وجبد لك البيلانتي، بصح مين كان المخرج ليها ديالهم راه والله ما يعاودها، خطير وتنزل كاع. وهذه هي اللي تبقى فيك. هذا هو الجزئيات البسيطه اللي تخسرك النهائيات بحال هكا. درك خسرك الفار، البروشان فوا يخسرك حاجه اخرى وهي غاديه. انت تعرف باش توصل تقاتل، يجيك تحكيم بحال هذا، ولا يجيك فار ما كاين والو، الحكم كان قدامه عينه يشوف فيه هكا، شوف فيه هكا، ما قادرش يسيب لك بيلانتي. خوف يضربوه، خوف مسكين يسيب لي بيلانتي بغيت يقتلوه. مي واش غادي نقول لكم، الله غالب. صحافه الزيكو راكم والله الا راكم تضربوا في الاخوه الخاوي. هذا قجع، لو كان عنده يعني لاكا في يدو، كون جاب حقه اليوم، كون دا الكاس كيما المغرب ما داش عمرو الكاس. هادشي راه يقول لكم راه صراحه. نتوما راكم تلوموا اشخاص خاطئين بالتحكيم. اللي مهرسينا وصحاب قاسامه ماشي لا قشع، والله ما على بالو بكم كاع. ولكن نتوما اللي تقولوا التحكيم، القجاع، بولا اخر، ودي وبعيد على هذا المستوى والله العظيم. بصح على هذا التبادله ديال اليوم وهذه الفضيحه اللي صرات اليوم، غادي تكون تغييرات صحيحه في قضيه التحكيم وقضيه بزاف الحوايج في افريقيا. تا قضيه النهائيات هذو اللي ولاو يتلعبوا بهذا الشكل، مخرج المقابله يتلاعب بحوايج في واضح النهار، امبوسيبل. باش غادي تفوت هذه المهزله ديال اليوم والنهايه ديال اليوم، باش يفوت بهذه الطريقه امبوسيبل. مازال كرويه هكا تشوفيها يديو لك حقك هكا صحه وانت تتفرج، وما تقدرش تدار ولا تقول له عاود، راه ما يعاودلكش، والله ما يعاودلك. المهم تكونوا تكلمتوا الدرس صحافه بودورو في هذا الماتش، تكونوا تعلمتوا شويه الدرس وفهمتوا فين راه المشكل، ماشي عند القجع. سيرتو في التحكيم ماشي عند القجع، والله ما يسال فيه ربوع، والله ما يسال فيه ربوع. المهم